بسم الله الرحمن الرحيم. تعالوا يلا نبدأ. إن شاء الله يكون عندنا في الدرس ده الدرس عبارة عن أنت إزاي تعمل مشروع من الأول، وهو مشروع فيلم. الحقيقة إن البرنامج الراينو مش بس قوي في إن هو يطلع أورجانيك ديزاين، أو زي ما أنت شفت في الدرس الأولاني، أو كيرفات حلوة أو شغل زي حقيقي. هو طبعا فور شور إن هو البرنامج اللي استخدمته الفنانة المعمارية أو المصممة المعمارية زها حديد، واستخدمته بامتياز هو جراس هوبر. وبعد الراينو إن شاء الله بعد الدرس ده إحنا هنشرح جراس هوبر. ولكن هو ايضا برنامج او احد البرامج اللي هتبقى مهمه قوي في السنين الجايه، خاصه في حته ايه، ان انت في البرنامج تقدر تعمل شغل 2D، تعمل شغل 3D. تقدر ان انت تعمل كل شغلك مظبوط بدقة، تعمل ارتفاعاتك صح، ما تبقاش محتاج ان انت تعمل شغلك على الكاد وبعدين تدخله على الماكس وبعدين ترجعه للريفت تعمله بالريفت. فاهمين قصدي؟ فالحاجات دي هتبقى مهمة، خاصة ان انت لو قدرت تميكس ما بين الراين والجراس هوبر مع بعض في الشغل هتطلع نتائج كويسة جدا، والورك فلو بتاعك هيبقى سريع وعالي جدا بإذن الله تعالى طبعا. وطبعا ده احنا بنشرحه بالتفصيل في ورشة الراينو جراس هوبر، او في كورس راينو جراس هوبر بمعنى اصح. من الصفر حتى توصل لدرجة احترافية عالية جدا الحمد لله رب العالمين. فخلونا واحدة واحدة كده نبدأ. زي ما عملنا المرة اللي فاتت، احنا هنبدأ نبص في الشغل بتاعنا او في المثال بتاعنا. والله انا ملاحظ ان في حاجات متكررة باتر. تمام. وعندي هي متكررة في الجزء اللي فوق ده بس. جميل. ومتكررة في الحتة دي كده. تمام. عندي هنا ازاز. عندي هنا زرع، ما عندي مثلا هنا حمام سباحة، عندي هنا بلاط. في بقى الشجر. طبعا الراينو مش برنامج ريندر، بس فيه فيري ممكن تستخدموا الفيري معاه. في هنا خشب. ازاي بقى انا وانا شغال في مشروع محترم، او ازاي انا وانا شغال افصص كل حاجتي واطلع كل حاجتي من الراينو تكون مظبوطة وتكون جاهزة ان هي تدخل مثلا حاجة زي اللوميون، او ان انا اطلعها واطلع منها رسومات 2D و 3D. فتعالوا واحدة واحدة كده ايه نستكشف الأمر. أول حاجة أنا بصيت عليها، شفت الدنيا فيها إيه. بعد كده ابتديت إن أنا أجيب الفرونت إليفيشن والحاجة بتاعتي، بعرف الفيرست والسكند والروف واللور ليفل اللي هو البودروم. بشوف الدنيا بتاعتي لأن أنا هستخدم الحاجات دي في الشغل بتاعي. تمام. أنا كل ده عمال أبص على تفاصيل وأشوف هو عمل إيه وعمله إزاي وعمله ليه. تمام. واحده واحده كده ايه الامور بتتضح. فانا خلاص فهمت ان انا محتاج كده ان انا ايه، ان انا خلاص عندي الليفلات بتاعتي، وعندي سيكشن كده سريع لو انا هستخدمه، وعندي بقى الواجهات بتاعتي هبدأ معاها. فاول حاجه هناخدها نروح كده للراينو، نيجي في التوب فيو كده نكبره. وبعدين هبدأ بأول حاجة. أنا مش محتاج البودروم، أنا محتاج بس بداية كده اللور ليفل اللي هو آسف، الفيرست فلور اللي هو الانتري، اللي هو المدخل الرئيسي اللي هو المفروض يبقى ده. طبعا الحاجات دي او الداتا دي هتكون معاكم، ما تقلقوش تقدروا تستخدموها. واول حاجه هعملها قبل ما ابدا اي حاجه، انا محتاج اظبط سكيل الحاجات دي. غالبا ان انا بظبطه على مثلا جدار مثلا، او باب. يعني بشوف اقرب حاجه مثال ممكن يعمل، او مثلا سلمه. فباجي اشوف مثلا دي انا مثلا شغال بالمليمتر، طبعا عايز اغير ابقى شغلي بالسنتي، مثلا بقول له اضغط كليك يمين واعمل على يونت سيتنج، واجي يفتح لي الصفحه دي، فاقول له سنتيمتر واقول له اوكي. يقول لي انت عايز تسكل وتكبر ولا لا، اقول له لا. فاقوم قايل له لا. ويبقى كده انا اشتغلت بالسنتي. فاجي هنا اظبط اقول له مثلا 30 سنتي. فهو بص بلاقي ال 30 سنتي دول قد كده. يبقى انا محتاج اسكل دي. وزي ما احنا قلنا او زي ما احنا اتفقنا، انا لو عندي مكعب اهو. تمام. عندي مكعب اهو. لو عملت سكيل، عندي من السكيل ثلاث انواع. سكيل 1 دي اهو، ان انا بعمل في دايمنشن واحد، سواء ده او ده او ده ايا كان. تمام. وان انا بعمل مثلا في 2 دي، ان انا باجي اقول له سكيل 2 دي في الاكس والواي بس اهو. بيبدأ هو يكبر في الاكس والواي. او ان انا بقول له بقى يعني ايه، بقول له سكيل العادية بتاعتنا اهو. فبيكبر من الاكس والواي والزد. فانا غالبا هنا هستخدم الاكس والواي والزد السكيل العادية، او ممكن سكيل 2 دي لان ده مش حاجة ثلاثية الابعاد. فهقول له سكيل ايا كان. واجي
ادي النقطة الأولانية بتاعتي، وادي النقطة التانية اضغط عليها، وبعدين بقول له بقى النقطة التالتة اللي انا هريفرنس عليها اهي. كده انا ظبطت الشكل بتاعي او القياس بتاعي، ان انا كده عندي السلمة 30 سنتي النايمة بتاعتي. اجي بقى مثلا ان انا اخد بقى واحدة واحدة، ده الفيرست اللي فوقه. مجرد بس ان انا بعمل كده، باجي بقوم ظابط دول كده مع بعض. فهو بتيجي تبص تلاقي ان هو ايه، هو ظابط دول على بعضها. واخد بالك ازاي؟ فتيجي تبص تلاقي ان ايه، الدنيا مظبوطة فوق بعضها كده مثلا. تمام. إيه... اجي برضو نفس الكلام هنا للروف. تمام. وكده ابقى انا بشكل مبدئي اقول له مثلا دول بيكتشر اهو، اقوم ضغط كليك يمين كده وتشينج اول ديكلير عشان ايه، اعمل لهم لوك واقفل ده كده. اول حاجة طبعا انا لازم افصص الليارات بتاعتي، ان انا اعمل اول حاجة الجدرانز الوولز. عندي هيبقى عندي الجلاس، الجلاس فريم اللي هو ما هو حوالين الزجاج. آه، تمام. عندك الستيرز السلالم، عندك الدورز مثلا. وواحدة واحدة بقى الحاجات ممكن تزيد معانا، فنبدأ ايه نشتغل ونزود الأمور يعني واحدة واحدة. فاجي مثلا هنا أبدأ أقف على الوولز أضغط عليها، مجرد أضغط عليها 2 كليك بس، فخلاص أنا كده تمام. أجي مثلا هنا أبدأ أحط الشكل بتاعي، أتأكد إن القرص مفتوح عشان أتحرك بشكل عمودي على طول أهو. تمام. وأبدأ إن أنا ايه، أشتغل كده زي ما بيقولوا بالعين بأقرب حاجة ممكنة أهو. اهم حاجه بس اول خطوه احنا عملناها ان انت تسكل حاجتك ويبقى شغلك مظبوط بالسكيل المظبوط عشان تطلع شغل ايه صح. اجي هنا عشان اقفل فاقف على السمارت تراك بدي كده، واقوم جاي قافل دي ادي كده اول حاجه. اجي هنا نفس الكلام اهو، هعمل مستطيل مره واحده، وهعمل له اوفست لجوه. اقول له 15. 15 مش مظبوطه، يبقى 20. ومن هنا غالبا هحتاج ان انا اتحرك 5 سنتي مثلا اهو. من هنا برضو تقريبا ممكن 5 سنتي مثلا. فادي كده واحد. واجي مثلا هنا نفس الكلام اهو، واجي هنا. هقول لكم على طريقة حلوة تعملوا بيها ترم بسرعة، او ان انتوا تعملوا تخلوا دي كيرف واحد ازاي. بعدين عندي الحاجات بتاعت اللي هي الفريم او اللي ما بين الازاز، عندي هنا دول في ازاز لوحدها. فانا ممكن الاول ابدا بالحاجات اللي هي الايه الجلاس فريم اللي قصاد الازاز او اللي ما بين الازاز. اجي هنا ده في الزاوية اهو. طبعا انا جيت في حته زي دي الدنيا مش مظبوطه، ممكن امسك اقف عليه كده فيطلع لي نقط، امسك النقطه دي واقول له سيت بوينت وهي باصه في اتجاه الاكس اهو اهو. اقوم جاي اعمل كده، اظبط الدنيا كده واخلي الامور تمام. اجي على نفس المنوال ده كده من هنا، واقوم حاطط المستطيل بتاعي ده. نفس الكلام اجي برضو اكرره هنا اهو. طبعا كل ما ضفت ديتيلز اكتر كل ما حسيت ان الموديل بتاعك اكتر، لان دي عمليه مهمه قوي تفهموها من دلوقتي، سواء انتوا ناس في سنه رابعه سواء انتوا ناس في سنه اولى ايا كان سنكم. كل ما ديتيلز الموديلنج بتاعتك كانت احلى، كل ما كان شغلك افخم واحلى وظاهر بشكل اشيك للايه، للكلاينت بتاعك او للدكاتره او ايا كان. اخد كوبي وامسك ده كده. هنا نفس الكلام، هنا نفس الكلام. اجي برضو هنا واعمل كده، واقوم جاي عامل واخد موف كده، ظابط ده هنا. اقفل بس القرص عشان اظبطه كده براحتي. تمام. افتح القرص تاني واخد كوبي، واخد كوبي هنا، واخد كوبي هنا، واخد كوبي هنا، واخد كوبي هنا. هنا بس لو محتاج اظبط شوية حاجات هنزل ده لتحت كده، وامسك دول كده مع بعض. تمام. واجي هنا اقوم جاي مثلا عامل ده، ويعني
عامل واحد كده واقوم عامل له ميرور، واقف على ده كده وكاتب ميرور، واقوم جاي الناحية دي كده. عندي الميرور معمول لي كوبي يس، فبقول له اه يس عادي، واجي هنا اعمل تريم اهو، وامسح واعمل جوين. ويبقى احنا كده خلصنا كل ده، فاضل بس واحد كمان هنا اهو، وواحد على نفس الاستواء بتاعه كده اهو. تمام، يبقى احنا كده خلصنا أعمدة أو جدران دول الأول. أجي هنا ممكن أعمل حاجة اسمها كيرف بوليون. كيرف بوليون ده وظيفته إن أنت لو عندك خطوط كتير زي بعض، بدل ما تقعد تعمل ترم وكلام من ده، ممكن تعمل كده كيرف بوليون كده، تضغط هنا، أو إن أنت تقوم جاي ماسك كل ده وتقوم ضاغط بره كده وتشيل دول مثلا، فهو كده كريت لك إن ده نضيفة. طبعا أنت معتقد إن دي حاجة بسيطة خالص دلوقتي، لأن احنا بنتكلم في سكيل صغير جدا، بس بعد كده آه، هتلاقي ان السكيل ده الدنيا فيه تمام، وهتلاقي ان انت بتعمل مشاريع اكبر بشكل احسن وبشكل اسرع، خاصة في الكيرف بوليون ده، خاصة في البلانات الكاد اللي انت هتدخلها ريفرنس بعد كده. واجي هنا بقى الدور اللي فوق اعمل برضو الشغل بتاعي، الوولز نفس الكلام. اجي هنا اهو مستطيل، اشد لحد هنا، واجي اخد مثلا كوبي من ده، واقفل القرص عشان اتحرك براحتي. اسف، هو انا قال لوحده. واخد القرص ده اهو. تمام، واجي بقى من هنا كده اقوم فاتح القرص تاني، واخد كوبي، واخد كوبي هنا، واخد كمان كوبي هنا وهنا وهنا. ممكن تاخد التلاتة مع بعض، بس عشان انا اشتغلت الفيلا دي اكتر من مرة، فتقريبا الازاز فيه مشكلة، فانا باخدهم واحدة واحدة. اجي برضو هنا نفس الكلام، اشوف الحذاء بتاع ده وده، واجي من هنا كده واقوم جاي ظابط نفسي على الحتة دي، واقوم واخد من ده كوبي اهو حطه هناك، واخد من الحذاء بتاعه اهو عشان احافظ على الجدران بتاعتي، واظبط الدنيا بتاعتي لحد هنا اهو. اجي برضو نفس الكلام كده واحدة واحدة. الحقيقة ان انت قدامك يعني اكتر من طريقة واكتر من شكل تشتغل بيه، مفيش حاجة معينة ممكن تعيقك. احنا بس بنجرب اكتر من حاجة، وانت اختار الشكل اللي يناسبك او الحاجة اللي تناسبك. يعني انا ما عنديش مشكلة في ايه، ايا كان الوضع، سواء انت هتعمل مستطيلات وبعدين تقفل وتعمل تريم، سواء انت عايز تعمل كده على طول براحتك. انا بالنسبة لي مفيش مشكلة، اهم حاجة بالنسبة لي ان انت تحاول تفهم الفكرة الرئيسية وتطلع لي النتيجة المطلوبة. مش مهم بالنسبة لي الوسيلة، بس تأكد ان انا بديك الحاجة الاسهل. يعني خليك متأكد ان انا بوريك الحاجة الاسهل اللي هتوفر عليك وقت ومجهود. طبعا انا هنا عملت غلطة من قبل ما اقفل الكيرف، وانا قمت ضاغط اكس، لازم اضغط انتر. تمام، فاضل ايه؟ فاضل هنا جزء صغير اهو مستطيل من هنا كده اهو. ممكن اعمل اكسبلود واقوم جاي ايه، شايل الكيرف ده. تمام، فاضل ايه تاني؟ فاضل الجزء ده. اجي هنا اهو. ممكن تتأكد ان ده مع بعض، تقول له سيت بوينت اهو وتظبطه على نفس الحذاء ده. آه ممكن اعمل من هنا ميرور كده، اشوف الدنيا دي مظبوطة ولا لا. تقريبا يعني هي ممكن لو ضغطت كنترول شيفت يمسك دول بس، حتى لو معمول لهم جوين اهو. ممكن اجي اعمل موف هنا، موف، واجي اقفل دي كده،
واعمل هنا اكستند عشان اطول الحاجة دي للاخر اهو. تمام. هيتفضل عندي ان انا اعمل، بس افتح الحتة دي كده واتأكد ان هي على نفس الحذاء ده اهو. وبيبقى كده يبقى ايه، خلصنا كمان الجزء ده. الروف مفيش فيه حاجة، الروف مفيش فيه اي حاجة خالص اهو. وهديله دي ايه بس. وبكده يبقى ايه، خلصنا بشكل مبدئي كل الوولز بتاعتنا. اتأكد بس ان الحاجات دي، اضغط على كليك يمين واضغط على اللاير بتاعي واقول له تشينج اوبجكت لاير عشان اخلي ان ده الفريم بتاعتي. تمام. فاضل عندي الستيرز في الدورز بقى، تيجي مع الوقت واحدة واحدة كده. تعالى بقى ان ايه نشوف الدنيا بتمشي ازاي في الايه في الراينو.